السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة، وصفة صيفية بيتزا سوفلي. تجي روعة. يعني تدوها معاكم للبحر، هايلة بزاف. دي ساندويتش على شكل بيتزا. يعني شكون ما يبغيش البيتزا، تجي خفيفة ريشة وما تجي محشية بواحد الحشوة روعة. توالم بزاف هاد الايام تاع الصيف، وايضا نجمو ندوها معانا للبحر كساندويتش للاطفال وللكبار ايضا. شوفوا الشكل تاعها، يجي روعه، تجي خفيفه، تجي محشوه لداخل بواحد الحشو هايل بزاف. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وبالنسبه للمقادير، مقادير بسيطه، تنجموا ديروها بالكفته ولا تنجموا ديروها بالدجاج، يعني الموجود عندكم. امام الحشو اختياري، انواع الجبن ايضا اللي تنجموا ديروها فيها. يعني اللي عندكم. وصفة غير مكلفة، اقتصادية وسهلة وتوالم بزاف ايام الحر. بالنسبة للمكونات، عندنا كاس حليب، كاس ماء. طبعا يكونوا دافيين، كيما راكم تشوفوا الحال راه بزاف سخون، يعني تطلع ليه. هنا درت ملعقه تاع سكر وملعقه اكل ايضا خميره فوريه. نغطيهم ونخليهم حوالي 10 دقائق يتفاعلوا مع بعض، او ديريهم تمتم. يعني كيما قلت لكم راه الجو حار بزاف، يخمروكم بالخف. هنا درت ملعقه تاع خل، وايضا درت 4 ملاعق زيت المائدة او زيت الزيتون من الافضل. انا هنايا درت زيت المائدة بما انه ما كانش متوفر عندي زيت زيتون. وجات بنينة وخفيفة. هنا درت حبة بيض اختياري، تنجموا ديروها، تنجموا تستغناو عليها، ولكن طبعا دايما تعطي اضافة مليحة للي ساندويش تاعنا. درت هنا ملعقه اكل تاع ملح، ونخلط هذه المكونات مع بعض كما راكم تشوفوا، ونبدا نضيف في الفرينات تدريجيا. هنا وليت نضيف بالملعقه ونضرب، ومن بعد وليت نضيف ونعجن بيدي. هنا كما راكم تشوفوا الفرينة دائما نضيفوها تدريجيا، ونخلط، ندخل هذيك الفرينة ونعاود نضيف كمية أخرى، هكا حتى تتكون عندكم عجينة طرية وملساء تساعدكم في الخدمة. هنايا كيما قلت لكم نخدموا بيدينا، بديت نضيف الفرينه ونخدم بيدي كيما راكم تشوفوا، راني نلم فيها ونضرب او ميم طون هكا باش تجينا العجينه تاعنا خفيفه. شوفوا طريقه العجن، راني نخبط في العجين تاعي هكا باش نضمنوا انه لي ساندويتش تاعنا يجوا خفاف ويديروا لنا هذوك البنابل، وايضا يطلعوا في الفرن. نضيف الفارينه ونحط هذه العجينه تاعي في لو بلان دو طرافاي هكا باش نخدم الاز. هنايا كيما راكم تشوفوا راني نضيف في الفارينه واللم، نسيي ندير هذيك الفتحه من تحت هكا باش تخمر لنا العجينه تاعنا بالخف. هاني لميتها بسرعه، يعني ما داتش كامل الوقت معايا، بالخف تلميها. نضيف هنايا شويه زيت في الاناء اللي كنت عجنت فيه، يعني بلا ما تضلي ديري في الماعين وتوسخي، غير هكا وتلميه غير في هذاك الاناء اللي عجنتي فيه، وندهنوا العجين تاعنا بالزيت ونحطوه في هذاك الاناء ونخلوه حتى يخمر. نهبطوا له الخميره المره الاولى ونعاودوا للمره الثانيه. هنا من الافضل بما انه راهي سخانه بزاف تحطي العجين تاعك يخمر في الثلاجه، هكا من الافضل، هكا تحصلي على نتيجه خير وخير. هنا بالنسبه للحشو عندنا دجاج، شرائح دجاج قطعتهم هكا شرائح، عندنا بصل، وعندي الفلفل الاحمر والاخضر. حطيت البصل والفلفل تاعي فوق النار، ضفت لهم شويه زيت شويه ملح فقط، وخليتهم حتى ولا الشكل تاعهم بهذا يعني بهذا الشكل. خليتهم ذبالوا مليح.
ومن بعد نطفي عليهم. ومن جهه اخرى راني نقلي في البطاطا لانه رانا راح نديرو فيهم ايضا البطاطا. جبت مقله اخرى ايضا ضفت فيها شويه زيت، ملعقه اكل يعني نصف ملعقه حوالي اكل تاع مارغرين، خليتها ذابت. وضفت لها هذوك الشرائح تاع الدجاج نضيفهم ومن بعد نتبلهم بشويه ملح. هنايا الكاري، طبعا هذه التوابل الخاصه بالدجاج، اللي ما عندهاش يدير كركم، سكنجبير، الحرور والفلفله الحمراء. وايضا يعني التوابل اللي عندكم في الدار، ما اي توابل خاصه بالدجاج. هنا ضفت نصف ملعقه تاع لا موتارد وخليتهم حتى ياخدوا اللون الذهبي باش نضيف المكونات الاخرى. هنا كي شفتوا كيما راكم تشوفوا كي اكتسب اللون الذهبي، ضفت حوالي يعني فنجال هكا تاع الحليب. هنا من الافضل انكم تضيفوا لا كريم فريش، انا ما كانتش متوفره عندي، ضفت وجا بنين، جات يعني مليحه، ماشي صح ماشي كيما تاع لا كريم فريش ولكن جات بنينه. ضفت لها هنايا نصف علبه تاع كيما شفتوا تاع الفرماج. وخليت هذه المكونات، طبعا هنا نقصوا للنار باش ما تنشف لكمش هذيك لاصوص وتقعد لكم يقعد الدجاج تاعكم مشمخ يعني ماشي ناشف. هذا هو الشكل تاعها. هنايا نطفي ونخليها تبرد ونروح للعجين تاعي اللي يكون طبعا اخمر. نهبط له الخميره تاعو ونخليه حتى يعاود شويه يعني يرتاح غير شويه ونبدا نخدم به. هنايا شوفوا كيما ما تدهنوش العجين تاعكم بالزيت من الفوق، يعني يلصق لكم هذاك البلاستيك اللي تحطوه من الفوق. نعاود نهبط العجين تاعي ونغطيه ونخليه يرتاح حوالي ربع ساعه فقط برا ونبدا نخدم به. شوفوا العجين تاعنا كي يجي روعه، ومن بعد كي تخلوه يزيد يريح تصيبوا هذوك الفقاعات، يعني داير هذوك الفقاعات، عارفوا باللي العجين تاعكم ناجح ويخرج لكم لي ساندويتش تاعكم خفاف. شوفوا الفقاعات، يعني انا نضربوا الفقاعات في العجينه. هنايا نحط العجين تاعي في لو بلان دو طرافاي ونبدا نقسم فيه. هنا داير لي 6 كريات. هنا كيما تبغوا ديروا لي سوفلي كبار، تبغوا ديروهم صغار، يعني يعني الاختيار لكم. تنجموا ديروا حتى 10 تاع لي سوفلي يجوا رقاق ويجوا خفاف وايضا يجوكم صغار. انا هنا درت 6، قسمت العجينه الى 6 كريات كيما راكم تشوفوا. وجات الخبزه يعني كبيره، وحده توكل، تنجموا تقسموها على زوج، يعني توكل زوج تاع الناس. وانتوما كيما بغيتو ديروهم صغار على هكا، قسموا العجينه تاعكم على 8 ويجوكم تاني كبار وشابين. هنايا شوفوا كيفاش راني ندير، راني ندخل العجين تاعي دائما نخلي هذيك الفتحه من تحت باش نضمنوا انه العجين تاعنا يخمر مليح ويخمر بسرعه. شوفوا كيفاش ندير للعجين تاعي، سويتهم كامل كريات وخليتهم وبديت نحل فيهم. هنا بعد ما كورتهم كامل حطيتهم بجيه وجبت الكويرة الأولى. طبعا هنا خلوهم يريحوا حوالي 5 دقائق، يعني كي تكملي الكويرة تاعك تكون الكويرة الأولى كامل تكون ارتاحت، جيبيها وحليها. هنا سي تحلي الأطراف، يعني ما تحليش في الوسط باش هكا ما تجيكش الخبزة تاعك خشينة، سي تحلي الأطراف. ومن بعد نعمروا العجين تاعنا بلا صوص. هنايا كنت خدمت
لاصوص طوماط خدمتها في الدار. اللي بغات الوصفه تحط لي في يعني في صندوق الوصف، وانا نكتب لكم الوصفه. ديجا درتها معاكم من قبل، تبغوا نعاودها لكم. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي واللون تاعها ما يتغيرش وتجي بنه روعه. هاد لاصوص يعني تنجمي تخدمي منها كميه وتحطيها في الكونجيلاتور وتجبدي منها. روعه روعه هاد لاصوص. مام راه وقت الطوماطيش راهي مليحه وحمراء. هذه هي اللي نخدموا منها لاصوص ونخزنوها ونبداو نستعملوها. يعني روعه هاد لاصوص. انا عمري ما نخدم البيتزا ونخدم لاصوص، يعني نخدم العجينه كون ديجا محضره لاصوص من قبل، هكا يجيكم يعني سهله وما تعزوش على البيتزا ولا على لي سوفلي. هنا كيما شفتوا درت لاصوص من تحت، درت شويه بطاطا مقليه. هنا كيما قلت لكم يعني الحشو اختياري. وهذا الدجاج بلاصوص يعني تجي البيتزا تاعنا مشمخه وتجي الكو تاعها شباب بزاف، ما يعني الحشو ما يجيش ناشف. هنا نبدا نبلع هكا بهذه الطريقه كما قلت لكم. هنايا سيو انه الاطراف يكونوا رقاق هكا باش تجيكم العجينه رقيقه وما تجيش غليظه بزاف. ونحلوها بهذه الطريقه، نخبزها غير شويه. شوفوا الفقاعات اللي راها تجيني في الاطراف، قلت لكم جات عجينه روعه روعه. ان شاء الله تجربوها وتجربوا هاد لي ساندويتش يوالموا بزاف البحر، تديهم معاك روعه روعه روعه. شوفوا ها هي خبزتها وحطيتها في يعني في الصينيه. هنا نزيد الحبه الثانيه والثالثه حتى للرابعه. انا هنا عمرت 4 حبات وخليت هذوك الزوج دسيتهم في الكونجيلاتور. هكا يعني كي نسحق هذيك العجينه نجبدها وتخدمي بها عادي وتكون اون ديغي خدمتيها دروك. هنايا نجيب هذيك لاصوص اللي بقات لي ونبدا نضيف فيها من الفوق. كما قلت لكم هذا بيتزا على شكل سوفلي. لازم نديرو الطوماطيش من الفوق. هنا بنتي لازم تدير يدها هكا باش تبان، تبغي دايما تبان. المهم هنايا درت لاصوص طوماط ودرت الفرماج هنايا. يعني كانت النوعيه تاعو ماشي مليحه، ما ذابليش من الفوق، قعد هكاك ناشف. كان هذا نابولي كان يجي شباب بزاف ومن بعد ولا ما يذوبش. يعني ما عجبنيش بزاف. ما مقوده كاين بزاف انواع ما مش يجوا شابين. هنا سيو تخيروا الفرماج اللي يجي النوعيه تاعو اللي يذوب. هنا كان باقيت لي هذيك النص حبه تاع الفرماج، جبتها وضفتها من الفوق. هنايا درت هكا زيتون. هنا يعني التزيين كيما تبغوا الموجود عندكم، اللي يكون عندكم زينوا به عادي. وندخلها الفرن يكون مسخن على درجة حرارة طبعا عالية. هنا دايما البيتزا نحملها الفرن مليح مليح وندخلوها طيب. شوفوا الشكل تاعها، قلت لكم الشكل تاعها خرافي، يعني جات روعة ما من اللوغو تاعها جا شباب. هنا كما قلت لكم هذاك الفرماج ما ذابليش. شوفوا الشكل تاعو قاعد هكاك يعني قاعد هكاك من الفوق. انا فضلت انه لو كان ذاب لي هذاك الفرماج الشكل تاعها شباب اكثر واكثر. هنا نقطع لكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش جات، وجات معمره وجات شابه بزاف. هنا الاضاءه ما عطاتهاش حقها، راني في الليل وراني نصور. هذا هو الشكل النهائي تاعها. جربوها هكا تدوها معاكم للبحر تستمتعوا بها نتوما والاطفال تاعكم. ان شاء الله تعجبكم. ما تنساونيش في لي كومونتير. بقاو على خير.